بيقول لك الوقت ده مش متحمل اللي احنا نختلف مع بعض ابدا 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 خالص. المعلم ابو حنان بيقول لك انا هفرض عقوبات على مصر وعلى الاردن لو ما خدوش الفلسطينيين عندهم. يا سلام يا ابو حنان. المهم الرئيس قال له ابدا مستحيل، ده قضيه ظالمه، ده كده ايه؟ هو انت في ايه؟ بيهددنا يعني. اللي هو ما يعرفش اصلا اللي الشعب المصري ده لو هم بيضربوا المثل بالمقاومه الفلسطينيه، انت عندك شعب مصري يعني رهيب رهيب والله. يعني تخيل انت الشعب المصري ده اللي انت بتقول افرض عليه عقوبات وقف قدام 3 دول العدوان الثلاثي، قدام اتهزمنا ماشي بس هزمناهم. ده انت بتتكلم في 3 دول، 3 دول داخلين عليك. ده حرب كرواتيا وروسيا شغاله دي لها 3 سنين ومحدش حاسس، دوله في دوله. انت 3 دول في وقت واحد، وساعتها قوه عظمى فرنسا وانجلترا والبعد. انت بتهدد مين؟ بتهدد الشعب المصري؟ ما شفتناش انت ايام ما كان النور بيقطع ب 13 ساعه؟ انت ما شفتناش، ما شفت الشعب المصري خالص. ما تفرقش معانا الا تراب الوطن، ناكلها بملح وعيش وملح زي ما بيقول. الا تراب الوطن، عمرنا ما نبيع ارضنا. هم الناس اللي ماتت في سينا دي واستشهدت خلاص كده ببلاش؟ لا، انت ما عندكش. الجيش بمصر عندنا مش 1 مليون ولا 2 مليون، والله انت غلبان، والله غلبان. الجيش المصري 60 مليون 70 مليون. عندك شعب عنده استعداد يعمل لك جيش خلال 24 ساعة. لو عندك 2 مليون مجند يبقوا 5 مليون وش كده معاك لغاية سن 45 سنة و50 سنة شغال لغاية 60 اللي يقدر يشيل السلاح. الناس اللي كانت في الجيش كلها سلم، واحنا أولهم طبعا، أولهم. بتتكلم في إيه؟ الشعب المصري، الشعب المصري. أنت يا أبو حنان بتهددنا؟ لا يا باشا، عمرنا ما بتهدد. لو هناكل طاقة في اليوم قصاد تراب بلدنا هناكل طاقة في اليوم. لو هناكل نص طاقة في اليوم هناكل نص طاقة في اليوم. وكلنا ورا جيش بلدنا وكلنا ورا الرئيس. في ناس هيخش يقول لك انت مش وقت بقى، مش وقت فتنة، مش وقت فتنة خالص، ولا وقت اختلاف، ولا وقت اختلاف خالص. انت دلوقتي في سفينة وجاي لك عاصفة كبيرة، هنفضل بقى نقول ايه القبطان هنا مش؟ لا، كلنا ورا قبطان السفينة تعدي العاصفة اللي انت فيها دي. مش وقت اختلاف خالص، عشان لو اختلفنا هنضيع، السفينة هتتقلب والإعصار هيبهدلها. تكلموا في ايه؟ مصر، ما تكلموا في مصر. ده انت معاك شعب جبار، شعب جبار، اقسم بالله شعب جبار. ما بيفرقش معانا حاجه وقت الجد. يا جدع لسه شايف فيديو دلوقتي، شقه بتولع مش عارف في اسكندريه ولا فين، في الدور العاشر ولا الدور الثامن، والشباب واقفين على الواجهه من بره ولا كانهم فايتر ولا كانهم صعقه ولا كانهم دفاع مدني. شباب من الشارع واقفين على العماره من بره. مفيش، فين القلوب دي؟ وقبل كده واحد طلع على مواسير الغاء. يا جدع انت معاك شعب جبار جبار. انت غلبان يا ابو حنان، ابو حنان انت غلبان قوي قوي. دي رساله من واحد. تخيل بقى لما يبقوا من 100 مليون واحد، وستات قبل الرجاله. احنا معانا ستات رجاله، عليا الطلاق في ستات رجاله رجاله. تفتكر بس اللي احنا البنات والشباب؟ لا، ده ساعات الجد انت هتشوف شعب تاني خالص. اسمع مني، شوف شعب تاني خالص. ولو انت مش واخد بالك ارجع التاريخ. مصر مش العراق، ومصر مش سوريا، ومصر مش لبنان. انتوا العراق دخلتوها لولا هم اللي سلموها لكم، باعوها. انتوا عارفين مين اللي باعوها؟ باعوا صدام. لكن لو انتوا كنتوا داخلينها صح، ولا مستحيل والله ما تعرفوا تدخلوها. ده انتوا قعدتوا في الفلوجه يا راجل كام يوم؟ قعدتوا كام شهر كامل ولا قد ايه مش عارفين تخشوا الفلوجه الوحيده اللي قاومت الفلوجه؟ انت متخيل؟ عمر الخيانه والضرب ما بيجيش غير من جوه. سور الصين العظيم اللي بنوه، السور الصيني العظيم اللي بنوه ده عشان يحمي الصين، ما كانش في جيش في العالم بيعرف يعديه، بس كان في واحد خاين من ورا بيفتح لهم الباب. قمت هو عمل سور كبير، بس في واحد من جوه. بلدنا دي مش هتتهد غير بينا احنا، بينا احنا اللي هنهدها بايدينا، غير كده مش هتتهد. السور العظيم هو سور شعب مصر العظيم. ربنا يحميك يا مصر ويحمي جيشك ويحمي كل شبر فيها. واخواتنا الفلسطينيين، لو انتوا شفتوا مقاومة اخواتنا الفلسطينيين، ما شفتوش انتوا بقى المصريين؟ شفتهمش؟ ده نصيبة سودة، نصيبة سودة. وارجع للتاريخ، ارجع للتاريخ
شوف الصليبيين والمغول اتعمل فيهم ايه يا معلم. ابو حنان، ابو قصه.